السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة، وهقولك ايه المقادير المظبوطة ليها، وكمان احنا عايزينها تطلع معانا لونها فاتح زي ما احنا شايفين كده، وكمان عايزين تسويتها تكون كويسة وما تتحرقش مننا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي لازم اعرف المقادير المظبوطة للغريبة. هما 3 مكونات بس في عمل الغريبة: دقيق وسمنة وسكر بودرة. النسبة عندي هتكون نسبة المكونات عندي تكون بنسبة 4:2:1. 4 دقيق ل2 سمنة لواحدة سكر بودرة. السمنة عندي هنا هتكون يعني ولا هي سايحة قوي ولا هي متجمدة. اول حاجة هاخد عندي كوبايتين السمنة، افضيهم كويس جدا زي ما انت شايفه اهو. يعني هي ولا ماسكه نفسها قوي ولا سايحه قوي. دلوقتي بقى احط عليها نص كوبايه السكر البودره او كوبايه السكر البودره، وهفضل اقلبهم زي ما احنا شايفين كده، او اخليهم يمتزجوا مع بعض كويس جدا بالمضرب او بالمضرب السلك العادي او بمضرب الكهرباء زي ما انت حابه. بس هفضل اضرب فيهم لغايه لما لونهم يفتح كويس جدا، لان ده هيفرق جدا في اللون هيفرق معايا في لون الغريبه. هو ده اللي هيخليها تطلع فاتحه معايا. فانا هفضل اضرب العجينه السمنه والسكر مع بعض لغايه لما لونهم يفتح ويبقى قوامهم كريمي زي الكريمه بالظبط، او زي ما احنا شايفين كده ابتدى لونهم يفتح اهو. ما شاء الله لونهم مفتح جدا. طب خد مني الموضوع ده، خد مني حوالي 10 دقايق تقليب في السمنه مع السكر البودره. دلوقتي بقى هنزل بالدقيق كوبايه كوبايه كده. نزلت باول كوبايه كده، تاني كوبايه. دلوقتي بقى هبتدي اعجن بايدي، لان القوام ابتدى يتقل. ابتدت العجينه بتاعت الغريبه وابتدت العجينة تمسك نفسها، فهبتدي اعجن بقى بايدي لغاية لما المكونات تتلم مع بعض كده. انا حطيت دلوقتي 3 كوبايات دقيق ناقص كوباية واحدة، وزي ما انت شايفة المقادير بالظبط، يعني ادتني عجينة الغريبة اللي انا عايزاها. ما حطيتش حاجة زيادة ولا حاجة ناقصة. اهم حاجة تعايري بنفس الكوباية. دي اخر كوباية دقيق حطيتها، وهفضل اعجن لغاية لما العجينة تلم معايا. الغريبة سهلة جدا، ما بتاخدش منك وقت في عمايلها. يعني ممكن في خلال 10 دقايق تكوني مخلصة عجن وخبز وكل حاجة فيها. كده خلاص ما شاء الله العجينة لمت معايا. هبتدي بقى على طول، هي اعرف منين؟ لما الاقيها بتتماسك زي ما احنا شايفين كده، ما بتشققش مني ولا حاجة. دلوقتي على طول هبتدي بقى في تشكيل العجينة. طبعا انا شغلت الفرن. دلوقتي بقى هجيب الصاج اللي هخبز فيه الغريبة، وهحط فيه ورق زبدة، وهبتدي اكور كل العجينة على هيئة دواير كده زي ما احنا شايفين، وهي ارص في الصاج. طبعا انا مولعه الفرن دلوقتي. طبعا انا مولعه الفرن.
كده خلاص الغريبة خلصت كلها، وكورت الغريبة زي ما احنا شايفين كده. هبتدي بقى اعمل علامة في النص عشان لو حطيت فيها اي حاجة، فول سوداني حابة تسيبيها سادة من غير اي حاجة، اللي انت حباه. اهم حاجة اخد يعني اعمل شكل الغريبة المتعارف عليه يعني. طبعا زي ما قلتلك الفرن لازم يكون سخن. خلاص كده دلوقتي بقى هحط اي حاجة كده في الغريبة، او ممكن اسيبها سادة. انا عندي هنا فستق، هبتدي بقى ارصه في الغريبة. ممكن طبعا تشكلي بقى، تحطي مثلا شوية بتحطي فيهم فول سوداني، شوية تحطي فيهم كريز، شوية تحطي فيهم اي مكسرات من عندك. كده بقى خلاص انا هدخلها الفرن دلوقتي. طبعا الفرن ده زي ما قلت لك سخن، ما تخليش النار عاليه عليها قوي، وما تسيبهاش في الفرن كتير يعني. خدي بالك منها، لازم تتابعيها يعني. هي مش هتقعد اكتر من 7 دقايق في الفرن. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. طبعا ما شاء الله يعني، مش قادره اقول لكم ريحتها كانت عامله ازاي. وما تمسكيهاش ولا تشيليها من الصاج الا لما تبرد خالص، عشان ما بتبقى خارجة طرية شوية، فلازم نسيبها لغاية لما تمسك نفسها. ده شكلها بعد ما مسكت نفسها. هبتدي دلوقتي بقى ارصها. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. ما شاء الله شكلها ابيض اهو، ومن تحت كمان مش محروقة، ولونها جميل. طبعا بعد ما بردت خالص انا رصيتها، وده شكلها بعد ما رصيتها. والله طعمها كان حلو جدا، وريحتها كانت جميلة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان 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 يا حبيب رمضان.